أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. يصادف يوم 7 أبريل ذكرى ميلاد الفنان العالمي المغربي سعد المجرد، لكن للأسف لن يستطيع المطرب الشاب أن يحتفل بهذا اليوم وسط أهله وأصدقائه وجمهوره، لكونه الآن سجينا في أحد السجون الفرنسية في قضية لم يرتكبها. وحسب المعطيات القضائية المتوفرة فإن مدة سجن المجرد احتياطيا على ذمة التحقيق قد وصلت إلى خواتمها، حيث سيمثل الفنان المغربي أمام قاضي التحقيق من جديد في الوقت الذي ينتظر فيه لفظ القاضي حكم إخلاء سبيله سواء بريء أو بسراح مؤقت. ولكن هذا لم يمنع عائلة سعد المجرد وأصدقائه وجمهوره من الاحتفال بعيد ميلاده، فاستمروا في توجيه رسائل لدعمه والوقوف بجانبه مهما كانت الظروف. ونحن بدورنا نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وأن تنال السراح قريبا بإذن الله. كاع الناس اللي قالوا لي هابي بيرثداي هابي بيرثداي، شكرا بزاف بزاف صحابي لا فامي لي فان، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. لا صاحبي خليني نكملوا هاي المشكله هذه. المهم، للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.